إذا بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى. السيد الباشا المحترم، السيد الرئيس، السادة الحضور الكرام، السيدات المستشارات، السادة المستشارين. سيدي الرئيس، منذ سنتين خلال دورة أكتوبر ديال مجلس الجماعة العرائش، بمعنى بعد مرور واحد السنة على هذه الولاية هذه، كنت سألت طرحت واحد التساؤل من خلاله قلت: هل نمشي بخطى ثابتة نحو ما يروج في الشارع العام أننا أضعف مجلس مر على تاريخ هذه المدينة؟ تعصبتوا، ما عجبكمش الحال، واليوم لم يعد هذا سؤالا. سيد الرئيس الله يخليك، لا تعصب حالك، بالعكس ما تعصب حالك، والصبر الدليل على ذلك أنه السلوك يستمر بشكل طبيعي ويستمر في العمل بشكل طبيعي. أنا ما جا استمريت. واخ اليوم هاد ديك الهضره اللي قلت انا لم تصبح تساؤلا فقط، بل اصبحت حقيقه كنعيشوها وقناعه لدى الجميع. منذ سنتين ايضا قلت ان اذا استمرت الامور كيف ما هكا سنكون امام فضيحه من العيار الثقيل. واليوم حنا امام مدينه العرايش خرجت عن بكره ابيها للشارع كتغوت ان المجلس الجماعي يرحل. هذا لم يكن تبصرا السيد الرئيس من عندي ولا حكمه زائده، بل هي كانت نتيجه طبيعيه الطريقه اللي كانت كتسير بها الجماعه، وانا جزء من هذا الشيء. أنا جزء من هذا الشيء، لا أتجزأ منه، أتحمل المسؤولية ديالي فيه. لقد فشلنا السيد الرئيس، فشلنا فشلا ذريعا خصنا نعترفوا به تحت الرئاسة ديالكم، والسبب الأول والكبير هو القلة ديال التواصل. المشكلة أن هذا الخيط ديال التواصل ما مقطوعش مع الشارع ومع الساكنة، مقطوع مع الأغلبية، مقطوع مع المكتب المسير، مقطوع مع النواب ديالك. عينا ما نقولوا اجتماعات ما كايناش، ما كنعرفوكش يا سيد الرئيس شنو باغي دير علاش عول، وانت ما كتعرفناش شنو باغيين شنو ما عجبناش علاش عوالين، وتا واحد الا واحد دائره صغيره ديالك انت كتعرفها وتا حنا كنعرفوها، هي اللي كتواصل معها وكتستشار معها وكتمشي الامور، وكنا كنتمناو انها تمشي مزيانه بداك الدائره الصغيره. على ما يبدو ان في الفتره الاخيره تا واحد فينا ما بقى عارف راسو حتى هو شنو باغي. وعلاش كنقول هذا منذ سنتين السيد الرئيس؟ كنقولها وكنعاودها حتى لا تتم الشيطنه د الكلام ديالي وتسمى كندير انتخابات ولا كندير سياسه. حيت هادشي هذا انا قلته في بدايه الولايه، ولو كان واحد اخر بلاصتي ما كانش غيقول، يحاول يحافظ على الامتيازات وعلى البلاصه وعلى العلاقه الطيبه، ولكن انا ما درتش هذه العمليه هذه. قلت لكم ايضا منذ سنتين بركه ما تروجون ديك القضيه ديال التعليمات وقالوا لنا وكذا اي حاجه بغيتوا ديروها ما يرفضها حتى واحد، وقلت لكم بالحرف بركه ما تخلعونا. واليوم اصبحت حقيقه كذلك من مور هادشي اللي وقع في الشرفه الاطلسيه، وبقيتوا كتروجوا اننا حنا بحالنا بحال المواطنين ما عارفين والو، ما كنقروا ما كنديروا والو. تبين على انه هذه ماشي حقيقه، هذه جمله كنقولوها باش كنتملصوا من المسؤوليات ديالنا تجاه المواطنين. حيت بالله عليك السيد الرئيس، لولا التدخل ديال السيد الباشا ولولا التدخل ديال السيد العامل، لا يمكن غتقول هاد الامور هذه، لا يمكن تقدر توصل. من بعد ما المدينه كلها خرجت من الشارع، علينا ان نتحمل مسؤوليتنا. السيد الرئيس الله يجازيكم بخير، انت وانا والناس كاملين اللي هنايا كاملين، وبارك ما نديروا ديك القضيه اللي صدقت ديالنا واللي خرجت عوجاجي نقلبوا لها على مولاها. لقد تنكرنا لساكنه مدينه العرائش السيد الرئيس، هذه حقيقه. واخا نعيا ونغطيوها بالشعارات ونغطيوها بالهضره ونغطيوها بصباح الخير ومساء والو، ما كاين حتى شي حاجه. هاد الفجوه ما غيعمرها والو. هاد المواطنين هما اللي في الايام ديال الانتخابات كنمشيو لعندهم وكنشربوا لهم اتاي ديالهم وكنجلسوا معاهم في الارض وفي دور الصفيح وفي الاحياء الهامشيه. اليوم سدينا ودنا عليهم ودرنا لهم كما كنقولوا بالدارجه، صدرنا لهم السمكه وبقينا كنديروا اللي بغينا. انا اعلم علم اليقين السيد الرئيس ان هذه الهضره هذه ديالي اليوم لن تنفعني باي شيء، وانت ايضا تعلم ذلك والجميع يعلم ذلك، بل انها ستجر علي من البأس ما لا حد له. حيت هذا الكلام هذا اللي قلته منذ سنتين كان هو بدايه الفجوه بيني وبينك السيد الرئيس، اللي كتقول لي دابا تستمريتي في تاديه المهام ديالك. ما كتستمريتش في تاديه المهام ديالي، انا منعتوني من جميع الاختصاصات ديالي، ماشي فعليا وبالوراق ما سحبتيش مني التفويض، ولكن امبولونس هي الاخرانيه ما بقاتش كتعطى لي. انا نائبه رئيس مفوض لها في القسم الصحي، ملي كنعيط ما كيبغيوش يعطوني امبولونس، كيقولوا لي كلشي خارج. ومنذ تلك اللحظه اصبح ما يحاك ضدي داخل وخارج الجماعه لا يقبله عقل ولا منطق، بجميع الطرق اللي يمكن يتقبل الانسان واللي ما يمكنلوش يتقبله. لكن انا ما عنديش مشكل، انا هنا اليوم لا لاقدم التبريرات او العب دور الضحيه، بل لاقول الحقيقه كما هي مهما كانت مؤلمه. لقد فشلنا السيد الرئيس،
فشلنا أن نكون على قدر الثقة ديال المواطنين اللي داروها فينا. فشلنا في ترجمة وعودنا إلى أفعال، وفي أن نكون صوتا حقيقيا للمواطنين لا مجرد أسماء على لوائح انتخابية. حاولت بكل ما أملك أنني ندير جهدي، ولكن فشلت. صوت واحد لا. عرفتي شنو هو المضحك؟ مضحك هو أننا بقوة اللي فشلنا معارضة سمحت فينا، ما بقاتش كتعارضنا، والعالم سمح فينا، بقينا بوحدنا نفشل فشلا بعد فشل. وأنه من كثرة الفشل أنا دابا الآن ما كنتحدثش بلغة المعارضة ولا حتى بلغة الأغلبية، أتحدث بلغة امرأة عرائشية قحة. أتحدث حيث أنا دخلت ندير العمل السياسي من باب الواجب، ماشي من باب الطموح ولا من باب ديال الامتيازات، ولكن لقيت راسي في واحد الواقع ما كيشبهش داكشي اللي بغيت، اللي وقع السيد الرئيس واللي توج بهذيك الوقفة ديال الناس كيقولوا لنا إرحال وكيقولوا لنا الاختلاسات وكيقولوا لنا ما يمكنناش نحجبوه بتا شي حاجة، لا بلقاءات ولا بعبارات ولا بتدوينات ولا ببيانات ولا بتا شي حاجة. لقد خذلنا الناس وكفى. حيث الخيانة في العمل السياسي ماشي هي أنك تجبد السلاح، هي فقط أنك تسكت في الساعة اللي كان مطلوب منك أنك تهدر، ما تسكتش. كنستغل هذه البلاصة اللي أنا فيها باش نقول شكرا لساكنة العرائش، شكرا لكل من لا زال يؤمن أننا نستحق أفضل من هذا الواقع اللي احنا فيه. أما أنا سيدي الرئيس أبقى وفيا القيم ديالي، واخا يبلغني شنو ما بلغني من الضرر، وأنتم أدرى بالضرر الذي بلغني. واخا تجهلوني، واخا تنعتوني بالتسرع بالجنون، لأنني أعلم علم اليقين سيدي الرئيس أن السياسي النزيه لا يبقى في السلطة طويلا، لكنه يبقى في الذاكرة دائما وأبدا. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. شكرا.